الآن على مغامرتنا إن شاء الله، وتابعوني. بس أنا ما راح أدخل الحين، أبى أدخل في وقت غير محدد عشان التجمهر اللي عند الجبل. أنا ومين؟ أنا وتركي خوي المغامرات. في طريقي لأبو سعود اللي هو أحمد المالكي، هو أول من قال لي على قصص الجبل هذا وحمسني عليه. أنا جايك أبو سعود، يلا جايك. وقال لي معلومة، أنا آسف تأخرت ما قلتها لكم، ترى ما في تغطية جوال هناك ولا موبايلي ولا زين ولا أي حاجة، يعني حصور أول ما أروح في محل تغطية. الله يستر، اليوم واضح من أوله. والله كان بيقلبني. تعال دعت علي؟ شفتوا يا ناس، ترى دعا علي الرجال، ظلمني والله. قلت راح وخلاني تاريخ. ما خليك يا حبيبي، ما خليك، كفى عليك يا جماعة الخير. أنا ما أدري إيش القصة، لكن حتى العسكر اللي جوني قال أبوي قصتك غريبة. جاني حجر ماشي 1000 وإحنا ماشيين في الخط. من فين جاء الحجر هذا؟ تسبب في كسر الجنط عندي وانفجار الكفر، وبغينا ننقلب في الخط. حتى السيارة اللي كانت ورايا نفس الحجر طار عليها. إن كان هذا الشيء جاء من إنس ولا جن عشان يعيقني على الجبل، والله لأجي الجبل هذا وأكشف كل أسراره وأصور وأثبت كل حاجة إن شاء الله. ربي رب العرش العظيم، إني عبدك الضعيف أطلبك القوة والعزيمة يا رب العالمين. قولوا آمين. ترينا في شيء غريب، في شيء قلت لكم في شيء غريب. عارف إنه بس أسود، عارف. دقيقة أطلع. شايفين؟ بسم الله توكلت على الله، تراني قريب جدا جدا من الجبل. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. شوفوا الخط، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الجبل. أنا ما أدري عاد إذا أنتم تشوفوا ولا لا، لكن هذا هو الجبل. إن شاء الله حطلعه بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كأنه هذا اللي كان في المغارة، صح؟ البس. بسم الله الرحمن الرحيم. ما علي، أسكت خلاص. شوفوا هذا هو الجبل، شايفينه؟ شوفوا كيف هذا هو الجبل، ترى ما ينشاف بس مرة عالي. هذا حسن جاء من نجران، هذا جاني من نجران، تخيلوا والله حبيبي. وهذا الجبل اسمع، حط النور حق سيارتك على الجبل. خليني اوري متابعيني. طيب اهو. وهذا مسعود، الله يعوض عليه. الله يعوض علينا معاك. والله ما حد يطلع وما حد يطلع، بس والله نخاف من جبل، نخاف منك ياسر. لا الله يرضى عليك، بس وريني الطريق وابعدوا عني. خلاص يلا مشينا. يلا بس طلعني عند الطريق وخلاص. يلا اطلع عسل فوق. اقول لك خذها مني. من حبايبي، انا الحين طالع بالسياره لحد اخر منطقه اوقف فيها السياره، بعدين اكمل برجلي. فاذا فصل عندي ما في نت انتظروني يوم. انا سيارتي ما هي جيب، فبكمل الطريق مع مين؟ مع ابو سعود. الله يصيب ابليسك يا تصلي على النبي يا شيخ. ترى خلاص وصلت والحمد لله. وهذه بدايه الجبل، حطلع من هنا واطلع مع الاشجار هذيك وحطلع لين فوق باذن الله. بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب كيف تسلق ذي الصخرة؟ من هنا في طريق. لا. بسم الله. شوفوا السيارات فين؟ هذيك هناك تحت هي البيوت، وإن شاء الله أكمل كمان. ترى الطريق من جد وعر. بسم الله. ترى فعلا في أشياء غريبة وفي أصوات غريبة، كله صخور زي كذا الجبل. واو وراي مشوار. ترى ايش هذا؟ بسم الله. الحين كيف الواحد ينزل من هنا؟ لانه من جد وعر الطريق. شوف الطريق. اسمعوا، سامعين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اصوات كلاب عمال تقرب. سامعينها؟ والله حماس. بسم الله. شوف الصخرة هذه شكلها مرة غريب، شايفينها؟ كمان هنا في بيت مهجور مبني بالحجر، أبى أدخله. أنا شفت شيء عجبني. إيش هذه؟ أما بطانية. بسم الله. شايفين؟ في زي المغارة، هذه صخور أوكي، وهذه الصخرة الغريبة، لكن هنا في زي المغارة. والله مرة حلو، أبى أدخل. في بيت هنا مهجور بس أنا بدخل المغارة. أنا جيت من هذيك الفتحة شايفينها وماشي في المغارة هذه، ما في ولا شيء، مغارة فاضية. في فتحة هنا في الجبل غريبة. رشت من المغارة، بس الصراحة المنظر شوفوا، جبل مرة وعر. واو. في نفق ثاني هنا، وش هو ذا؟ في هنا ايش ذا؟ دخلت مع المغارة بس مرة عميقة. شوفوا ايش في تحت كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. عميقة مرة وعالية. هذه مغارة الرحيم. شوفوا كيف المغارة هذه، والله من جد هذه تخوف. بعدين مرة عالية يا واد، اموت عطش هنا ما حد يجيني. طب اكمل؟ ما في خروج
إلا من الفتحة الصغيرة هذه، بس مرة كبيرة المغارة. إيش هذا؟ ثعبان ذا ولا إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طلعت من المغارات بس ترى الجبل لسه طويل. شوفوا لهم فين. خلينا نشوف الشباب. يا شباب ياهو. يا سامي رد يا شيخ الميكروفون حقك يا سامي. انت طيب؟ سامي يا اهبل. سامي رد يا سامي. حبيبي والله بسعود، انا توي طالع من المغارات بس ترى ما كانت في شبكة. الزبدة انا بطلع فوق في الجبل لسه، ممكن اطول ترى كثير. اوكي خلي الجهاز شغال. اذا تبغى الغامر روح الشاشة الشرقية الشمالية. هناك تلقى الغابة هناك، بس خلي جهازك شغال عشان اطمن عليك. ابشر ما راح اقفل ان شاء الله. والله لا اقفل امه ازعجني. يلا بسم الله ونكمل يا رب. ترى خلاص حاصل القمة، بس هذا الجبل كذا حطلع. بس ما شاء الله كله صخور كبيرة. شوفوا كيف تحت. واو طلعت من هنا. هو الوادي المهجور. خلاص وصلت على قمة الجبل. ترى ما في شبكة وانا فين لحالي. شوفوا ما في ولا ابن امه معي. بسم الله. الزبدة السنابات بدأت ايش تتشقلب عندي، فانا بصير احفظ السنابات. وهذا اخر مقطع برسله. خليكم على الهاشتاج عشان اصحابي هناك يسوي لكم تغطية اللي هم يستنوني تحت. الله حتى الحشرات هنا. شوف اشكالها. هذه الشكلة دي. تعالي يا بابا تعالي. واو وش ذي كبيرة. اسمك انت فرس النبي. يلا حبيبي عشان اسمك اسم النبي خليك هنا حبيبي. يلا كمل طريقك يا وحش، كمل طريقك يا وحش. ما شاء الله عليك. اقول لكم صدقوني هنا في صوت. يلي هنا هي سامعين؟ وربي في احد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. معلش حبيبي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انت دائما تطلع الجبل هنا؟ اي دائما اطلع الجبل هنا. طيب معلش ترى في اشاعات كثير يقولوا في جن هنا، لا يكون انت الجني. جد والله. انا انس. يعني انت دائما تطلع الجبل هنا؟ اي دائما اطلع الجبل هنا. طيب معلش ترى في اشاعات كثير يقولوا في جن هنا، لا يكون انت الجني. جد والله. انا انس. طيب الناس اللي يقولوا هنا في جن ما جن، جد يعني الكلام ذا؟ كان في جن يا اخي والله احسك انت ما انت طبيعي. طب بذمتك الجبل هذا طبيعي وكل القصص اللي تنقال عنه صح ولا غلط؟ بذمتك. والله القصص صح، قصص الجن غلط. انا ما صدق. بسم الله الرحمن الرحيم. بس في نمور، في اسود، يمكن برضو في ذئاب. ايوه هذا سناب. طيب ايش تعليقك؟ تعليقي ان الجبل هذا الحمد لله نحن رايحين جايين فيه ما في شيء. يلا حبيبي اشوفك على خير. السلام عليكم. والله مو طبيعي ده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا في الوادي المهجور، بس الصراحة من جد مهجور. بسم الله الرحمن الرحيم. يا هل منشفة في كل مكان اشوفها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين هذا قبر ولا ايش؟ ما نعرف شيء. اعوذ بالله اعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اطلع. شوفوا الاشجار كيف الوادي ذا، حتى الشجر شكله غريب. ما نعرف هذه الشيء. سبحان الله. لقيت نهر في قلب الوادي، صراحة جميل جدا. شوفوا هنا كيف هذه الجبال. أنا نزلت من جد ترى وادي مهجور. أقول لكم أليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطلع يا أخي وريحني. تراك جبت لي العجاج. أسمع صوت الخفافيش. هي الأصوات الغريبة تطلع دائما الخفافيش زي الأود اللي قد زرتها. ها ترى متحصن مرة متحصن. شوفوا النهر ترى فيه له أشياء غريبة كمان. شوف الحشرات الغريبة دي، ما نعرف ايش هي دي. شايفينها؟ النهر كله يمشي ويدخل جوة الفتحة دي. شايفين الفتحة هذه؟ ليتها كبيرة والله كان دخلت. شكلها حمار. كيف ما اقول لكم مهجور. هذه كلها شبكة. تخيلوا ما شاء الله تبارك الله. آسف عارف اني تأخرت عليكم في السنابات، لكن غصبا عني. الجبل كان كبير جدا، ووصول الوادي اللي بعد الجبل تقريبا كان شوية صعب، لكن في اسرار من الوادي. لا خرجت مختل عقلي ولا خرجت شاعر. كل اللي سمعناه كله اشاعات. اسمعوا القصة كاملة الآن وأسرار الوادي. يسعد أبو سعود المالكي هو وداني لحد آخر النقطة توقف فيها السيارة وأنا تسلقت. طيب أنتوا شفتوا الشاب اللي أنا شفته صح؟ حقول لكم قصة الشاب هذا. هو شاب في كامل قواه العقلية، لكن أنا شفته في وضع مخيف شوي، يعني بين صخور كذا وقاعد يقول قصايد.
فجعني شوي، لكن لما جلست منزله قريب من المنطقة اللي شفته فيها، يعني حتى في منازل بعيدة عن بعض ممكن ما فيها إنارة بس ما تنشاف، لكن في راس الجبل تقريبا. هم أهل الوادي هذا لا في له لا أسود ولا نمور، بالعكس كان جدا رائع، بس في له حاجات غريبة بسيطة. الجن في كل مكان سبحان الله، لكن في أصوات غريبة. الوادي هذا أنا شايفه مرة مهجور، يعني ما شفت ناس فيه أبدا أبدا، ولا بيوت ولا أي حاجة، بالعكس كانت تجيني أشياء غريبة كذا وأصوات غريبة. لكن الحمد لله الواحد يحسن نفسه. هذا نهر مياه نازل من فوق الجبل كذا على ناحية الوادي كذا، شكلها جميل جدا، بس الله أعلم هل هي مياه عذبة أو مياه جوفية أو مياه. الوادي هذا ما فيه له أي كهوف أو أي صخور، لكن الجبل كله مغارات كهوف وصخور. لكن صراحة استمتعت كثير، والكلام اللي قالوه عن الجن اللي تحرس وحكاية الأسود والنمور وهذا الأشياء أنا مرة ما شفتها، مرة ما شفتها إلا الشاب هذا. بعدين الشاب هذا جنب بيته يعني جالس في كامل قواه العقلية. والله الجبل رائع جدا، لا في له لا أسود ولا نمور ولا شياطين ولا أي حاجة، بالعكس أعتقد في النهار حتكون في له مناظر خلابة جدا. أنصح كثير زعلان مني يقول ليه ما وثقت الفيديو حقك؟ يا حبيبي أنا هدفي مو الشهرة، هدفي إن الناس تعرف الحقيقة. خذ سناباتي وانشرها في حساباتك زي ما تبغى، أهم شيء يكون الخبر زي ما أنا قلته، لا حد ألف من عنده أبدا، لا حد يألف، أوكي؟ انشرها زي ما تبغى.